مباراة النهاردة بين الأهلي وبيراميدز في نهائي كاس مصر كان فيها 70 دقيقة ملهمش أي لازمة وكانوا مملين جدا. لكن ال 20 دقيقة اللي اتبقت مع النص ساعة اللي اتلعبت كوقت إضافي بصراحة كانت وجبة كروية ممتعة وكانوا مليانين بالإثارة، وكان فيهم حاجات كتيرة جدا ممكن نتكلم فيها. كان فيها فنيات وأهداف، كان فيها أسرار فوز وأسرار هزيمة، كان فيها إخفاقات وإشادات وتلقيحات وشد وجذب وضرب وطرد، لقطات تحكيمية وفار، حاجات كتير هنتكلم فيها. بس قبل ما نبدأ في أي حاجة، لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة بتاعتنا يا ريت تشترك في القناة، ده أكيد حاجة تشرفنا، ويا ريت تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا، ويا ريت كلنا ندوس لايك ونوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات عشان هو ده الداعم الوحيد ليا. يلا بينا نبدأ الفيديو. يا مساء الفل على أحلى جماهير في الدنيا، يا رب يكون الجميع بخير وفي أحسن حال. النادي الأهلي يفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1 في نهائي كاس مصر عشان يتوج للمرة 38 في تاريخه من أصل 90 كاس اتلعب. النادي الأهلي يفوز بأكتر من تلت كؤوس مصر. النادي الأهلي فاز على بيراميدز بنتيجة 2-1 واحتاج الوقت الإضافي عشان يأكد الفوز. النادي الأهلي لما بيصر على الشيء بيقدر يعمله. كان في طبعا قبل المباراة تصريحات وكان في بيانات وكان في طلبات، حاجات كتير لكن لا تخص النادي الأهلي ولا تشغل بال النادي الأهلي. النادي الأهلي تحطه في البطولة وسيبه، هو عارف هو بيعمل ايه كويس وعارف يفرح جماهيره ازاي. اول حاجة حابب ابدأ بيها هي اللقطات التحكيمية، وقبل ما ابدأ في اللقطات التحكيمية بتاعت المباراة حابب اشيد جدا 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 بالتحكيم النهاردة. بصراحة ربنا التحكيم كان كويس جدا، ودخول الفار واهمية الفار النهاردة كانت واضحة جدا وفرقت في اكتر من كورة. بأمانة التحكيم النهاردة أنا من وجهة نظري حتى الآن ما شفتش فيه خطأ واحد. أول لقطة تحكيمية هنتكلم فيها هي ضربة جزاء النادي الأهلي الملغية، اللي هي جت في إيد أسامة جلال، وهي في الحقيقة ما جتش في إيده، هي جت في صدره، ولما اتعادت شفناها واضحة جدا وهي بصراحة مش ضربة جزاء. تاني حاجة هي هدف بيراميدز. هدف بيراميدز للوهلة الأولانية بان لك إن هو أوفسايد، لكن أنا بشيد جدا بحكم الراية، ما فيهاش أوفسايد خالص والجول صحيح 100%. تالت حاجة هدف كهربا أو هدف النادي الأهلي. هدف كهربا حصل فيه شك شوية. طب ليه الشك؟ أقول لك. الأوفسايد بيتحسب إزاي؟ لازم تبقى فاهم. الأوفسايد بيتحسب إن المهاجم بتاع الفرقة، يعني هنقول مثلا مهاجم الأهلي، تمام، لازم يبقى تحتيه 2 لعيبة مش واحد. يعني إيه؟ يعني هو دايما في الأغلب الجول بيبقى واقف في المرمى ومعاه مدافع كمان، فعشان كده بيتحسب ان هو لعيب واحد مع الجول، فكده يبقوا 2 لعيبه مش واحد. فلازم يبقى تحت الكوره او تحت المهاجم 2 لعيبه. في الكوره لما اتلعبت كان احمد الشناوي حارس المرمى بتاع بيراميدز كان متقدم، فلما اتلعبت لكهربا كان فيها شك، لكن كان في 2 لعيبه مغطيين وكانت واضحه جدا في الاعاده، فهدف كهربا برضو صحيح 100%. نيجي بقى للحاله الرابعه، ودي حاله بايخه قوي بصراحه، وهي طرد محمد عبد المنعم. الطرد بتاع محمد عبد المنعم قبل ما اتكلم هو طرد ولا لا، هو في الحقيقه ملهوش لازمه، حاجه غريبه. يعني انت النهارده لعيب ماسك لعيب بتضربه ليه ومعهوش كوره؟ يعني غريبه، انا مستغرب محمد عبد المنعم جدا، وحتى وهو خارج بيعمل مشكله. طبعا الكوره طرد 100% وضرب من غير كوره، فده طرد ومديله في وشه. انا يعني مش فاهم. انت محمد عبد المنعم على فكره كان عامل ماتش كويس، وهو عبد المنعم اصلا لعيب كويس ولعيب كبير، بس ينقصه الحتت دي، بيتعصب جامد، بيشد جامد، حتى وهو طالع عايز يعمل مشكله مع رمضان. خلاص انت دلوقتي فريقك كسبان، بلاش تسبب مشاكل وتوتر الاجواء. فطبعا كره عبد المنعم او طرد عبد المنعم صحيح 100%. ده بالنسبه للقطات التحكيميه او اشهر اللقطات التحكيميه في المباراه. طبعا المباراه مشيت 70 دقيقه تحس ان هي ممله شويه. ليه؟ لان الاثنين مدربين كانوا متاهبين لبعض، كل واحد عايز يهاجم بس مقفل برضه وعامل خط دفاع قوي، بس يكاد يكون النادي الاهلي هو كان الافضل هجوميا، لكن برضه الشكل ما كانش احسن حاجه يعني، وكان الفرقتين تقريبا بالتساوي لولا بس شويه حاجات كده بسيطه من النادي الاهلي، لكن لم تسفر عن شيء طول ال70 دقيقه الاولى. لكن الماتش بدا بعد الدقيقه 70. الماتش حرفيا اتقلب بعد الدقيقه 70 بعد هدف بيراميدز.
بيراميدز جابت الجول من هنا. تخيل كده ان انت مثلا ايه، الاهلي مثلا فوقوه ده لو في وشه جردل المي، تحس ان الموضوع اتقلب. ايه اللي حصل فيه ايه؟ تحس ان الاهلي فاق فوقه غريبه، يعني حتى ما فاتش 3 دقايق على الجول بتاع الاهلي. طب ليه الماتش ما بدأش كده من الاول؟ يعني ليه احنا ما نمشيش كده من الاول؟ لكن برضه بصراحه انا بحترم الراي ده، ان انا النهارده ما ينفعش برضه ان انا اقعد اطلع وخلاص فيجي فيا جول وهو يقفل ويبقى الماتش خلص. لكن انا حابب اول واحد اتكلم عنه هو مارسيل كولر. كولر النهارده انا شايف ان هو اجاد المباراه 10/10. 10/10 باستثناء حاجه واحده بس، ان النهارده هو ما لعبش بيرستاو جناح طاير كده. هو الاول كان بيلعب بتاو دايما ناحيه اليمين ومديله المساحه دي كلها. حتى لاحظنا النهارده الحته دي فاضيه، بيرستاو كان بيخش لقلب الملعب كتير وهو ما بيجيتش الحته دي. يعني بيرستاو لما بيخش لجوه ما بيبقاش في احسن حالاته، لما بيبقى على الطرف بيقدر هو من الاطراف يخش على جوه، بيسبب خطوره قويه قوي، وكمان بيخلي محمد هاني يشتغل شغل اعلى من اللي احنا شفنا هاني عليه النهارده. لكن برضه زي ما هلوم عليه في النقطه دي، هشيد بيه جدا جدا في الكوره بتاعت حمدي فتحي. والكوره بتاعت حمدي فتحي دي من الالف للياء مارسيل كولر، لانه عملها قبل كده في مباراه الزمالك لو حد فاكر. برضه حمدي فتحي هو بيعمل ايه؟ بيخدع الدفاع، ان هو بيخلي الهجوم بتاع النادي الاهلي ما يتقدمش قوي، يرجع لورا شويه، فيطلع عليه المدافعين يطلعوا لقدام، فيبدا يلعب واحده عكسيه يطلع بيها حمدي فتحي. وحمدي فتحي بيجيد اللعب بالراس في الكور دي قوي قوي قوي. فبصراحه برافو مارسيل كولر، قدرت ان انت تكسب المباراه مكسب فعلا تستحق المكسب. حتى لو كان الاداء في اول 70 دقيقه ما كانش حلو، بس كان عندك الحلول، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. اللي عايز اتكلم عنه بقى بعد كده هو عريس المباراه. انا شايف ان هو كان افضل واحد في المباراه وكان خاطف الانظار من الكل، حسين الشحات. حسين الشحات النهارده بصراحه تقريبا كان نص حموله الاهلي في حسين الشحات. حسين الشحات اخطر واحد في الملعب حرفيا، كل ما بيمسك الكوره مسبب قلق. حتى هتلاقي تقريبا لعيبه بيراميدز واخده تعليمات ان هو اول ما يستلم الكوره انزل عليه على طول واعمل عليه فاول، ما تخلوش يتحرك حر. حسين الشحات فعلا بلغه الكوره هو لعيب بايخ، لعيب لما بيمسك الكوره بيقلقك، بيرخم عليك، بيحسسك ان انت دايما في مشكله في ازمه. كورته غريبه ومهاري، يقدر يعدي من اي حد. عشان كده حسين الشحات بصراحه النهارده انا شايف ان هو افضل واحد كان في المباراه بلا جدال. نيجي بعد كده بقى لحمدي فتحي. حمدي فتحي ممكن يكون النهارده ما قدمش احسن مستوياته، او ده مش مستوى حمدي فتحي اللي احنا عارفينه، لكن انا من وجهة نظري شايف ان هو واحد من ضمن نجوم اللقاء. طب ليه؟ عشان هدف الفوز. هدف الفوز اول حاجة اتطلبت منه قدر ينفذها زي ما انت عايزها منه بالظبط، ده رقم 1. رقم 2 ده هدف مكسب وبطولة، وهو ده النجم. النجم ان انا حتى لو مستوايا مش في احسن حالاتي اقدر النهارده اكسبك واقدر ان انا اجيب لك البطولة. فده صفات النجوم. نيجي بعد كده لكهربا. كهربا يمكن النهارده ما ظهرش بالشكل الامثل، بس ده للي انا كنت اتكلمت فيه قبل كده. قلت لك ان كهربا بنسبه كبيره هو وبرستاو على فكره لعبهم لعب عشوائي شويه، مش لعب منظم. فلما تيجي تلعب قدام دفاع منظم يقدر ان هو يتغلب على كهربا، ويبدا تشوف ان كهربا مش ظاهر. انا شايف ان دي المشكله الاساسيه. كهربا عايز يبقى مرتب شويه او تلعبه كجناح، انما هو مهاجم بيأدي بشكل كويس، وكهربا في اي حته لعيب كبير، لكن مش بالشكل الامثل بتاعه لانه زي ما قلت هو لعبه عشوائي. نيجي بقى لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم انت راجل من نجوم اللقاء، وراجل مقدم اداء كويس جدا، لكن نفس المشاكل هي لازم تتعلم من غلطاتك. يعني في الدقيقه 28 محمد عبد المنعم كان في كوره كده اتكعبلت في رجله، كان هيسبب في هدف، كان هيتسبب في هدف. والقصه دي انا قلت لك قبل كده وهتشيل الليله. برضو الطرد ده ملوش اي لازمه ولا اي عازه، ولا الكره ناحيتك ولا الكره ناحيه اللعيب اللي انت ضربته وخدت طرد. لو كان الاهلي اتعادل او الاهلي خسر النهارده كانت هتبقى 100% بتاعتك، وكنت هتشيل نفسك ليله ملهاش اي لازمه ولا ليها اي لزوم ان انت تعمل كده في نفسك عشان كوره ملهاش اي عازه. يعني انا مش فاهم انت عملت كده ليه بجد.
انا بنصحك نصيحه لله، حاول تراجع حساباتك. انت لعيب كبير لكن ينقصك الحاجتين دول: العصبيه الزياده قوي والشده جامده قوي بدون لازمه، يعني مفيش موقف اصلا يخليك تتعصب، وان انت عندك ثقه زياده تقرب للغرور. صدقني عيد حساباتك. اخر واحد عايز اتكلم عنه هو محمد الشناوي، حارس المرمى النادي الاهلي. النهارده لو انت ركزت كده في الهدف بتاع بيراميدز هتحس ان هو واخد الموضوع بسهوله، يعني هو بيتمشى مع الكوره. كوره صعبه وانا ما اقولش حاجه، بس حاسه كده الموضوع سهل عليه. حتى الكوره اللي طلعها حسين الشحات باقتدار طبعا من حسين الشحات، تحس برضو ان هو غلطته هو، يعني لو كانت دخلت هي معديه من تحتيه وخبطه فيه. فالنهارده انا شايف ان محمد الشناوي ما كانش في احسن حالاته، وشايف ان هو كان ممكن يبقى سبب من اسباب خساره الاهلي. عايز اتكلم بقى عن سر هزيمه باتشيكو قدام النادي الاهلي النهارده. الحقيقه ان اكبر سبب في هزيمه باتشيكو قدام النادي الاهلي هي اصابه عبد الله السعيد. اصابه عبد الله السعيد زي ما بتقول كده بوظت له الملعب. ليه؟ لان هو في الاساس ما كانش بيلعب بجيم هجومي، هو كان بيلعب جيم دفاعي اكتر، بس عنده ثلاثي قدام ممكن يخلصوا له كوره، وهو ده اللي كان بيعتمد عليه. يعني هو عنده عبد الله السعيد وعنده رمضان صبحي وعنده ابراهيم عادل، الثلاثه دول بيلعبوا يعتبر الثلاثه راس حربه لما نحتاج راس حربه. يعني ايه؟ يعني اتنين بيحضروا وواحد بيهرب. طيب ما عرفناش نعمل كده، يبقى الشوط من بره. فعبد الله السعيد بيجيد الشوط من بره بشكل كبير قوي، حتى في الضربات الثابته عبد الله السعيد بيجيدها بشكل كبير قوي. فده اكبر سبب لهزيمه باتشيكو قدام النادي الاهلي. وعلى فكره باتشيكو من المدربين الاقوياء جدا، ومن المدربين اللي بيقدر يرجع في الملعب بشكل كبير قوي. يعني شفناه في اكتر من مره بيتاخر بالنتيجه وبيرجع وبيكسب. فده اكبر سر في هزيمه باتشيكو قدام النادي الاهلي النهارده. طيب ايه هو سر المكسب بقى النهارده؟ الكوره بتاعت حمدي فتحي دي. الكوره دي من الالف للياء اختراع مارسيل كولر، ان هو النهارده بيعتمد على نص الملعب بشكل كبير جدا جدا جدا، وهي دي الكره الحديثه. خلينا برضو نتفق بصراحه، مارسيل كولر بيقدر يلعب الكره دي وشفناها في اكتر من مره. سر من اسراره، بس هو بيخليه دايما لما بنعطل عن الاختراق. يعني لما بيبقى فرقه مكتله قدامي وعامله جيم دفاعي او دايما بتميل للتقفيل، بيقدر ان هو زي ما بنقول كده بيضحك عليهم. يعني ايه بيضحك عليهم؟ بيلهيهم هم بالهجوم ويبعت نص الملعب يخلص. فبصراحه انا شايف ان سر الفوز النهارده هو نص ملعب النادي الاهلي، وشايف ان الاساس من الالف للياء هو كولر. اخر حاجه بقى عايز اتكلم فيها هي رساله للكابتن احمد شوبير. الكابتن احمد شوبير كان طالع بعد لقاء الاهلي وبيراميدز وتتويج النادي الاهلي بالبطوله رقم 38 او الكاس رقم 38 في تاريخه. قعد يقول ان الكاس زهق من النادي، فيما معناه يعني زهق من النادي الاهلي، والاهلي زهق من الكاس، والكاس ما فيهوش مكان يكتبوا عليه النادي الاهلي تاني، وان لا جديد يذكر، وان ما فيش حاجه تتقال تاني. طبيعي ان النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي نادي كبير ما فيهاش كلام، والنادي الاهلي شئنا ام ابينا هو اكتر نادي واخد بطولات. لكن في وجهات نظر بقى فيها الصح وفيها الغلط. واحد يقول لك اصل النادي الاهلي بيتساعد، اصل النادي الاهلي تحكيم، الكلام ده وجهات نظر فيها الصح وفيها الغلط. لكن المعلومه ان النادي الاهلي اكتر نادي واخد بطولات. طيب الكابتن احمد شوبير طالع بشكل حيادي في قناه حياديه، فملوش لازمه الكلام المبالغ فيه اللي يخلينا ممكن نعمل جدل ملوش اي عازه. وبرضه للعلم يا كابتن شوبير، حضرتك قعدت تقول لا جديد يذكر والكلام ده. انا عايز اقول لك ان النادي الاهلي في اخر 30 سنه واخد كاس مصر 9 مرات بس. يعني مش لا جديد يذكر ولا حاجه. فانا بس دي رساله للكابتن احمد شوبير حابب اوضحها عشان ما يصيرش اي جدل او اي حاجه ممكن تعمل مشاكل. سلام.